أن التصوف الإسلامي مبني على الإيمان بالله ورسوله، وهذا الإيمان يجعل الصوفي يشعر أنه دائما في حضرة ربه، كما يجعله يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كمرآة ينظر فيه كل يوم ليتمثل به. والصوفي هو من يضع نفسه على طريق التطهير الذاتي الذي يؤدي إلى التنور بأنوار ربه والاتحاد مع خالقه. إنه ساع يبعث عن هويته الحقيقية، يبعث عن هذه الحقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نهج منهجهم إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله على أنفسنا وديننا، بسم الله على أهلنا وأموالنا، بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله افتتحنا وعلى الله توكلنا، الله ربنا لا نشرك به أحدا. نسألك اللهم خيرك من خيرك الذي لا يطيع غيرك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. اجعلنا في عياذك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقف بينكم اليوم للاحتفال بذكرى رجل من القلائل الذين جاد بهم الدار، رجل تشهد سلالته على ارتفاع إيمانه ونبل أعماله. إن من أعظم دلائل تحقيق إنسان إنجازاته الروحية والدنيوية هو حظه السعيد بإنجاب أولاد تزينون وتمجدون. إن من أكبر دلائل تحقيق الإنسان إنجازاته الروحية والدنيوية هو حظه السعيد بإنجاب أبناء رائعين الذين تزين وتمجد أفعالهم اسمه وأياديهم حتى بعد وفاته. وإن والدنا الشيخ إبراهيم بخاري رحمه الله عاش حياة كاملة في خدمة الإسلام والإنسانية، وبصرف النظر عن ترك أثره في الآيات، إن أعظم إنجاز له هو تركه وراءه هؤلاء النبلاء الذين يتذكروه ليس فقط بالصلوات بل أيضا بالأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من رحمته على الشيخ المرحوم، وأن تستمر نعمه في حياة أبنائه وعائلته جميعا. إن أشد الخلل خطورة في عالمنا المعاصر هو فقدان السلام، والوجدان السليم يستغرب من هذا، لأن الإنسان في هذا الزمان قد وصل إلى مستوى إنجاز مادي رفيع الذي أتاحه التقدم في العلم والتكنولوجيا. وما هذا التقدم نراه أي الإنسان المعاصر ينقاد للهموم والغموم والدهشة وارتكاب الجرائم والميل إلى الانتحار، إلى جانب الآفات الأخرى التي تنبئ عن فشل الإنسان في آياته. فتمس الحاجة إذن إلى برنامج ناجع يساعد الإنسان على نيل السعادة. فإن موضوع هذا الخطاب آثار التصوف الإسلامي في بناء المجتمع الإسلامي، موضوع له علاقة متينة بهذه الظاهرة. إن التصوف الإسلامي الحقيقي وحده حسب ظني
قادر على أن ينقذ الإنسان من الورطة التي فيها ألقى نفسه، وعلى أن يساعد على تقديم العلاج الشافي للأدواء العصر والعصور كلها. وسبب ذلك أننا إذا اتفقنا على أن معظم التعديات التي نواجهها في هذا العصر متعلقة بالسلوكيات والأخلاقيات في صميمها وآفاقها ومضامينها، وعلمنا أن التصوف في جوهره أخلاق وعبادات وسلوكيات، يتبين أن دور التصوف في إصلاح واقعنا المأزوم لا يستهان به. فبما أنه قد شاع عند الناس أن التصوف تجربة شخصية ذاتية في أصله وجوهره، فإن كثيرا من الناس لسوء فهمهم ظلوا يحسبونه انكفاء على الذات وهروبا من الواقع وفرارا من الناس، وكذلك استقرت في أذهانهم وترسخت في قلوبهم صورة سلبية عن التصوف بأنه من البدع الاعتقادية الشنيعة والميولات الشركية الخبيثة التي تتجلى في تقديس الأولياء واتخاذ قبورهم معابد، والاعتقاد في قدراتهم على إحداث الأمور الخارقة للعادة والتقرب بهم إلى الله زلفى، كما اتهموا الصوفية بأنهم قوم قعدوا عن الكسب والاحتراف وفضلوا آيات الكسل والخمول، ورضوا أن يكونوا عالة على المجتمع يتكففون الناس بدين الله، فأسهموا في تخلف الأمة الإسلامية. فالتصوف الإسلامي منذ زمن طويل كان محل اهتمام كبير من الباحثين والنقاد، كما أن فكرته دارت بين معارض ومؤيد، فلعله يتأثر أن نبعث في بيان ماهية التصوف. لم يتصل أفاضل المسلمين في عهد النبوة بتسمية سوى صحبة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا شيء أفضل من ذلك، وذلك سمي الأصفياء ممن صحب الصحابة بالتابعين ورأوا في ذلك أشرف سمة، ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين. أما في الأجيال التي تبعتهم اختلف الناس فيما بينهم، وتعددت المراتب، وتباينت الرغائب، وتشعبت المواهب، أصبح المسلمون يطلقون على خواصهم المتصفين بشدة العناية بأمر الدين الزهاد والعباد. إلى ذاك لم يتسموا بالصوفية. ثم لما ذهب المشاهدون لنور النبوة وأفلت أقمار المشاهدين للصحابة ومن تبعهم، سيطرت الدنيا على الناس بزخارفها، واستهزأهم الشيطان بهمزه ولمزه وخيله، وتغلبت الشهوات على القلوب، فاشتعلت نيران البدع من كل سوء وأذى، وعصل التداعي بين فرق المسلمين، فصار كل فريق يدعي أن فيهم زهادا، فاعتزل خواص المسلمين عن تلك الفترة، فالاتقياء الموفون بآلهم مع ربهم المراعون حقوقه وحقوق خلقه أصبحوا معروفين باسم التصوف بأهل التصوف، واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأمجاد قبل نهاية القرن الثالث من الهجرة. قد جاءت في بيان ماهية التصوف أقوال، وحتى اليوم لا يزال الناس يأتون بتعريفات جديدة للتصوف أثبت تعريفه الخاص. منهم من نهج منهج اشتقاق اللفظ التصوف، ويمكن عصر ما قالوا على 5 أقوال، ومنهم من منهج الوصف والسيرة، فهؤلاء غير معدود. أما الأقوال ال5 على منهج اشتقاق، أولها أنه من الصوفة
لأن المتصف بهذا الاسم يقول مع الله كالصوفة المطروحة لا تغيير له، وقد آثر التواضع والذلة. الثاني من صوفة القفا للينها، فالصوفي هين لين. الثالث أنه من الصفة، إذ جملة ما يسعى له هو أن يتصف بالمحامد وأن يترك الأوصاف المذمومة. والرابع أنه من الصفاء، لأنه مقام الصوفية، ورجع هذا القول وإن كان الاشتقاق لا يساعده. والخامس أنه من الصفة بضم الأول وتشديد الثاني، وهي مظلة في المسجد النبوي كانت مأوى الفقراء المتجردين، لأن الصوفي تابع لهم فيما أثبت الله لهم من الوصف، حيث قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، غير أنه لو كان منه لقيل تصفف كما يقال تبعد إذا اعتز للعد. أما ما قيل على منهج الوصف والسيرة فلا يعد ولا يوصف، فمنها قول أبي محمد رويل قال: التصوف مبني على 3 خصال: التمسك بالفقر والافتقار، والتخفف بالبذل والإيثار، وترك التعرض والاغتياب. فقيل هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به، وهو المنسوب إلى شيخ الطائفة أبي القاسم جنيد البغدادي رحمه الله، ومعناه استقامة العبودية بأن يفنى مراد العبد في وراء ربه وعلمه في علمه، حتى لا تبقى إلا عبودية تعلقت بربوبية، وربوبية تولت عبودية، وهذا مقام رفيع، وهو الذي طلبه أبو يزيد حين قال: أريد ألا أريد. وقال معروف الكرخي رحمه الله: التصوف الأخذ بالعقائد واليأس مما في أيدي الخلائق. وقال أبو محمد سالم بن عبد الله: الصوفي من صفى من الكدر وامتلأ من الفكر وانقطع إلى الله تعالى من البشر، واستوى عنده الذهب والمدى. وقال أبو حفص البغدادي: التصوف كله آداب، لكل وقت أدب، ولكل حال أدب، ولكل مقام أدب، فمن لزم أدب الأوقات بلغ مبالغ الرجال، ومن ضيع الآداب فهو بعيد من حيث يظن القرب، ومردود من حيث يرجو القبول. وسئل ذو النور المصري رحمه الله عن التصوف فقال: أهل التصوف هم قوم آثروا الله تعالى على كل شيء فآثرهم على كل شيء. وقال أبو محمد عبد الله الحريري: التصوف الدخول في كل خلق سني، والخروج من كل خلق دني. وقال الشيخ أحمد التيجاني رضي الله عنه: التصوف هو امتثال الأمر واجتناب النهي من حيث يرضى لا من حيث ترضى. وقال الأستاذ الدكتور محمد المهنا شعرا: ليس التصوف رقص الراقصين، ولا طبل وزمر وتصخاب وتهييج، ولا هو الذكر بالألفاظ ساذجة معرفات، ولا صحف وتشنيج، ولا مواكب رأيات ملونة فيها بما يكذب الديان ترويج، ولا هو الأئمة الكبرى، ولا سبع حول الرقاب، ولا جمع المفاليج، ولا مظاهر آثام الموالد، أو تكاثر بالرجال خير أمعوج، ولا التأتل أو دعوى الولاية، أو صنع الخوارق، أو كذب وترويج، ولا وشاء وعكاز، ولا نسب إلى النبي من البهتان منسوج، ولا الإجازات تشرى بالدراهم أو وظائف
وظائف صرفها بالزيف ممزوج، وليس في الفلسفات الهودية القلقة كالببدوات جهلا كلة الهوج. إن التصوف فقه الدين قاطبة، والفقه بالدين توفيق وتخريج. هو الكتاب وما جاء النبي به، وكل شيء سوى هذا فمأجوج. إن التصوف سر الله يمنحه من قد أحب، وحب الله تتويج. وإنما الأب أخلاق ومعرفة، ذكر وفكر وترويء وتأريج. إن التصوف تأكيك الخلافة في الحرد الإله، وإلا فهو تاريج. تبدو حقيقة التصوف من هذه الأقوال في أوصاف أهله، فكل عبر عنه حسب ثقافته ومقامه مع اختلاف مشاربهم. عناصر المجتمع. إذا أهللنا البناء الاجتماعي العام لأي مجتمع نجده يتكون من بعض العناصر. دعني لا أذهب إلى هذا. المجتمع الإسلامي والتصوف. ليس كل مجموعة من الناس يسمى مجتمعا، مهما كان عدد الناس يسمى اجتماعهم مجتمعا. لا يسمى اجتماعهم مجتمعا إلا إذا اجتمعوا لهدف. إذا كان هدف هناك يجمعهم ويتعدون عليه، فكل مجموعة من الناس لا تربطهم رابطة ما سوى أن يسعى كل واحد منهم لأن يعيش ليأكل ويشرب ويسلك سلوكا جنسيا. لا تصبح مجتمعا من المجتمعات الإنسانية حتى تجتمعوا على هدف ما. والمجتمع الإسلامي هو المجتمع الإنساني الذي تملكه الرؤية الكونية التوحيدية والقيم الأخلاقية الإسلامية والوعي النبوي الخالد. ولكن للأسف لا يسلم المجتمع الإسلامي المعاصر من تلك الآفات التي ساورت المجتمعات الإنسانية الحديثة، مثل التصرفات والسلوكيات السلبية والخاطئة التي حرمت الشريعة الإسلامية والقوانين الحكومية الحديثة، ومع ذلك تقوم بها فئة من الناس، فتسبب منها انتشار العداوة والكراهية بين أفراد المجتمع، كما تسبب انتشار الجرائم وتفكك المجتمع وهوان قوته، مما يجعله لقمة سائغة للأعداء. فإن المسلمين وعلماءهم وفلاسفهم وكبار المشتغلين بشؤون الأمة الإسلامية منذ تفجر هذه الفتن قد كانوا يبحثون عن الحلول الناجعة لها، ولكن لم يحصلوا عليه. وأقول لن يحصلوا عليه ما داموا يعرضون عن التصوف الذي هو البرنامج الإلهي الوحيد الذي يربي النفس والعقل والجسد ويقدر على إنقاذ الإنسان. التصوف يهتم بالجوهر لا بالشكل فقط، إنه يعتني بما هو في الداخل، لأن البشر لديهم مظهر خارجي كيف نبدو، والملابس التي نرتديها والسيارات التي نقودها والمنازل التي نعيش فيها والأموال التي لدينا، والداخلي أو الباطني. وهذا ما يوجد في داخل الإنسان، طبيعته وروحه ضميره وخوالجه. هذا ما يثير اهتمام التصوف، لأن الفتن والأزمات والأخطار التي تحدق العالم ليست إلا ناتجة عن المظهر البشري الداخلي. فالصوفي إذن مرتبط بمبادئ أخلاقية، إنه يعلم أن هذه المبادئ تربطه بجوهره،
يعلم أنه بغض النظر عما يتغير حوله فإن المبادئ الأخلاقية لا تتغير أبدا. الصوفي شخص لا يعرف الزمان ولا مكان، يعيش في العالم وليس من العالم، يتصوف ولكن ليس من الذين يعيشون في الغابة أو الجبل، بل يعيش حياة متوازنة، يتجنب المادية المفرطة ويسعى إلى الروحانية في أعماقه، يعتبر دوره في هذه الآيات آلة أو وعاء من خلاله يأخذ بيد ويؤتي بيد، يأخذ بيد ويؤتي باليد الأخرى، يسير مع تدفق الآيات، يعيش في اللحظة ولا يفقد رؤيته، ويتكيف مع تغير العالم من حوله دون التنازل عن جوهر إيمانه، إنه ابن اللحظة. وخلاصة القول أن التصوف الإسلامي مبني على الإيمان بالله ورسوله، وهذا الإيمان يجعل الصوفي يشعر أنه دائما في حضرة ربه، كما يجعله يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كمرآة ينظر فيه كل يوم ليتمثل به. والصوفي هو من يضع نفسه على طريق التطهير الذاتي الذي يؤدي إلى التنور بأنوار ربه والاتحاد مع خالقه، إنه ساع يبعث عن هويته الحقيقية، يبعث عن هذه الحقيقة لينال الأب الإلهي، فالأب طريقه ومنهجه وهدفه، وإذا زاغ عن طريق الأب وقع في أفرة الدخان الأبدية. إلى هذا أشارت ربيعة الصوفية: الأب بحر بالشواطئ غير مرئية بدون شواطئ على الإطلاق. بالنسبة لها كان الأب هو الأساس وعدود لها، وقد أقر هذا الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي رحمه الله في أبياته الخالدة الموجودة في ترجمان الأشواق: لقد كنت قبل اليوم أنكر صائبي إذا لم يكن ديني إلى دين إيداني، لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرأى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الأب أن توجهت ركائبه فالأب ديني وإيماني. التصوف تقليد متنوع له تاريخ طويل وآفاق واسعة، ممارساته ومذاهبه مغطاة بطبقات غنية، وفهمها بشكل كامل هو عمل على مدى الآيات. لا يمكن استكشاف هذا التقليد بكل أبعاده هنا، وليس هذا هو هدفي. لست صوفيا ولا متصوفا، بل بالنسبة لي الصوفي هو رمز لموقف تجاه الحياة، ومنظور حول القيم التي يمكن أن نتعلم منها جميعا ونستخدمها في حياتنا اليومية. ويمثل التصوف مثالا على كيفية الإحافظ على المركز الروحي والأخلاقي بينما نسعى لتحقيق أهدافنا الدنيوية. هذا هو المثال الذي أرغب في استكشافه في هذا الخطاب. لست راغبا في عدد الأوراد التي تقرأها كل يوم أو عدد الآيات القرآنية التي تقرأها، ولكنني أرغب في كيف ترجمت الأنوار الكامنة في تلك الأوراد وفي تلك الآيات إلى كبسولات أخلاقية تساعدك وتقودك في آياتك. كيف تترجم هذه الأشياء التي تقوم بها في الزاوية الصوفية أو في الزوايا، كيف تترجمها إلى نظام سلوكي في المجتمع. هذا ما يهمني حتى يشهدها كل من التقى بك. التصوف مرتبة عالية جليلة القدر عظيمة النفع، تتمثل بإصلاح القلب مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطنا، فهو مبني على الكتاب والسنة
وذلك باتباع شرع الله تعالى والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأحوال والأكل من الحلال وإخلاص النية في جميع الأفعال وتسليم الأمور كلها لله من غير إهمال في واجب ولا مقاربة محذور واتصاف بالمحامد وترك للأوصاف الذميمة. إن السبيل الوحيد لتخليص الأمة أو المجتمع الإنساني مما تتكبد فيه من أزمات فكرية وعقدية يمكن في رجوعها إلى تعاليم السمعة لشريعة الإسلام والمحبة والسلام من خلال التصوف الذي يعتبر جامعة تجمع مكونات الثقافة الإسلامية. هذا لأنه يمثل الآيات الرؤية للديانات السماوية ويجسد حقيقة التدين الصحيح الذي يؤرك الإنسان في دائرة الفعل المسؤول، فلا حقد ولا عداوة ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية ولا إسفاف بأكل الألوهية والربوبية ولا تطاول على حقوق المخلوقين والعباد. فالتصوف يسعى بالإنسان على اختلاف وظيفته في الآيات ووظيفته في السلم الاجتماعي أفضل. كيف يحب غيره؟ فهو كثارة الأب وقانون الود، فبالأب تصفو الأرواح وتسمو النفوس، وبالأب ستستر الأمة الإسلامية قيمتها بين الأمم وتعلو مكانتها بين الأقوام. فالتصوف هو الموصل للعبد الصادق إلى حضرة علام الغيوب والمبلغ إلى مالك الملوك، وهو الجسر الذي يعين الإنسان على التعايش السلمي مع أخيه الإنسان وييسر له أسباب الالتقاء بالمقام الأمين. الخاتمة والخلاصة التي يمكن أن نختم بهذا الخطاب هي أن التصوف عانى من جملة من الأمور التي شوهت صورته بقصد أو بغير قصد. ومن هذه الأمور على سبيل المثال للأصل المصطلح الصوفي المشكك الذي سبب للكثير من خصومه يهاجمونه لعدم أو لقلة فهمهم فيقللون من قيمته وأهميته. وقد رد أهل التصوف أنفسهم على هذا بقولهم: من لم يفقه أحوالنا لم يفقه أقوالنا. ثانيا، ظلم المنتسبين إلى التصوف له بانحرافهم عن المعاني الحقيقية للتصوف إلى ترهات وخرافات التي تناقض تعاليم الإسلام المعروفة. وقد أدت هذه الظاهرة المؤسفة إلى اتهام التصوف بأوصاف لا تليق به ولا برجال المخلصين الصادقين. وامتدت هذه الفتنة إلى توليد افتراءات على التصوف وآل تزوير للحقائق التاريخية التي تشهد لرجاله بالتفوق العلمي والمعرفي وعمل أموم الأمة الإسلامية والدفاع عن مقدساتها بالحكمة والموعظة الحسنة بالجزم والحزم، حتى فتح الله بهم قلوب الناس في جميع أنحاء العالم. فإن التصوف قد أدعى اليوم قانونا ضروريا لتحقيق التوازن في الآيات وطريقا للانسجام مع فطرية الوجود وبساطته، ومنهاجا محتما لتسديد القيم والسلوك، وشريعة تستطيع برسالتها أن توجد الحلول الناجعة للمشاكل التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية وتداوي بجوهرها المصابين بأمراض المجتمعات المعاصرة وتنقذ المضطرين والعيار الذين فقدوا تفسيرا وادئا لحقيقة وجودهم ولمعاني آياتهم. فالتصوف إذن لا بد منه. عندما كنت أنني لست صوفيا
أود أن أكون صوفيا، أود أن أكون مثل الأصفياء الأولين الذين نقرأ عنهم وعن أياديهم الجسام في تاريخ الإسلام. ولكن اليوم ماذا نرى؟ الذين ينتسبون إلى الطرق الصوفية، أو الذين يدعون أنهم أولياء، أو الله أعرف بمن هو ولي الله. ماذا قد بلغ الأمر موضعا حتى لا نكاد نعرف الفرق بين الصوفي والوثني. ترى الناس يفتخرون بما يفعله الوثنيون، وهذا أمر مؤسف جدا. قد ظننت أنني سأبين بعض الأشياء، ولكن بما أنني أتعجل لأسرع إلى المسجد الجامع باللاغوس، إن شاء الله أعتقد أن إن شاء الله سأضيف تلك الأشياء التي أريد أن أشرحه باللسان، سأضيفها إلى هذه الورقة ثم أرسلها، لأنني قد كنت مصابا بالحمى، لذلك ما استطعت أن أفصيها عن آراه. أسأل الله التوفيق، وأهنئكم لأنكم تعلنون للدنيا وتعلموننا كيف نتذكر آباءنا، بأي شيء نتذكر أو نقوم بذكرى آباءنا وأمهاتنا. قد سننتم سنة، فالله يجازيكم. أسأل الله أن يغفر لكل واحد منا، أسأله برحمته التي وسعت كل شيء أن يجعلنا مسلمين مؤمنين متدينين جسدا وروحا، وأن لا يجعلنا من أدعياء الإسلام فقط. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوجه الدكتور ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفقه وأن يصحبه في حاله وترحاله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه خيرا عن هذه المحاضرة القيمة الجذابة التي تقدم بها سماحته. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد انتقال الدكتور، لقد استمعنا جميعا إلى المحاضرة الأولى بعنوان آثار التصوف الإسلامي في بناء المجتمع. فالدكتور سعيد التيمي الذي أتأفنا بهذه المحاضرة فتح حديثه بالحمد والصلاة على الرسول، ثم أتبع ذلك بالترحم على الوالد الشيخ المرحوم إبراهيم البخاري رحمه الله، ثم بعد ذلك قدم تعريفا للتصوف. وبعد أن قدم بعض التعريفات للتصوف، ذكر أن التصوف كافي لمعالجة الأدواء والأضرار الأخلاقية في المجتمع. بعد ذلك ذكر الدكتور بأن هناك سوء المفاهيم عن التصوف، وأن كثير من المنكرين الذين ينكرون التصوف ينسبون الصوفية إلى التصوف، وأنهم دائما قل على الناس، وأنكر ذلك في خلال محاضرته. بعد ذلك
ذكر أستاذ الدكتور بأن التصوف هذه الكلمة اشتقت، ذهب العلماء إلى مذاهب مختلفة عن أصل وأساس هذه الكلمة، وذكر 5 أقوال في هذا. أن بعض العلماء يرى أن التصوف من الصوفة، وأن الكلمة من الصفة، وأنها من الصفاء، وأن البعض يقولون بأن الكلمة من الصفة. ثم بعد ذلك ذكر الدكتور بأن العلماء والأولياء السابقين قدموا آراء حول التصوف، ولكن مجمع وخلاصة آراء وأقوال العلماء تدور حول أن التصوف ليست إلا بناء المبادئ الأخلاقية والخصال الحميدة وإيثار الخالق الله سبحانه وتعالى على الخلق، وأن خلاصة التصوف تدور حول هذه المفاهيم. بعد ذلك انتقل الدكتور إلى أن التصوف الإسلامي لابد لكل المجتمع الإنساني أن يكون له هدف، وأن أي مجتمع ليس له هدف لا يسمى مجتمعا إنسانيا. بعد ذلك ذكر الدكتور بأن هناك فترة زمنية في التاريخ الإسلامي انتشر فيها فساد المجتمع، وحاول الفلاسفة والعلماء لإيجاد حل لهذه أخلاق الرذيلة، لكنهم فشلوا، فلم يروا إلا التصوف ليكون حلا ناجعا لفساد الأخلاق الإنسانية في المجتمعات البشرية. ثم ذكر الدكتور بأن التصوف دائما مرتبط بالمبادئ الأخلاقية والسلوك، وأن الصوفي هو من يستطيع أن يعيش حياة متوازنة، ليس منعزلا في زاوية دون الناس، وليس أن يعيش حياة مادية يتخذ المفاخر والزخارف كطريقة في الحياة. لابد أن يكون المتصوف أو الصوفي أن يعيش حياة متوازنة. ثم الصوفي لابد أن يكون قادرا على التغير بتغير زمن، ولا بد أن يكون ابن بيئته وابن زمانه. فهذه كلها خلاصة لما ذكره الدكتور. ثم ذكر أن الصوفي هو الذي يدعو نفسه على طريق التطهير الذاتي، لابد أن يطهر الصوفي، لابد أن يقوم بالتطهير الذاتي. ثم بعد ذلك قال الدكتور بأن الصوفي لابد له أن يترجم الحركات الصوفية إلى المبادئ الأخلاقية، معناه أن كل ما نقوم به. أهلا بالشيخ، أهلا بالشيخ، أهلا بالشيخ. ما شاء الله، مرحبا بكم مولانا، ما شاء الله حصل، ما شاء الله، ما شاء الله، أجل أهلا عليكم، السلام عليكم، ما شاء الله، الأستاذ درس، نعم. هذا توقف لازم، لأنه من باب إكرام الشيخ، وكل من أكرمه الله واحترمه الله لابد من احترامه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم. وقبل مجيئكم شكرناكم على تشريفنا بالدعوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم الجزاء الأوفى إن شاء الله، ويبارك الله سبحانه وتعالى فيكم. قبل مجيئكم تقدم الدكتور سعيد تيمي بإلقاء محاضرته، لكن لبعض الظروف فانتقل، والآن وعنده برنامج آخر، فأنا كنت أقوم بالتعقيب على محاضرته قبل أن ننتقل إلى البرنامج التالي. فنظرا إلى الوقت ذكرت بعض
النقاط المهمة التي ذكرها الدكتور. وفي الختام حاول الدكتور أن ينصح المتصوفين أن يتحلوا بالأخلاق الحسنة، وأن يكونوا ملتزمين بالمبادئ الشرعية، لأن التصوف أسبق كلامه التصوف لا ينبغي أن يخرج من الإطار الشرعي، كما يقول سابقون بأن تصوفنا مبني على الكتاب والسنة. وأن يحاول المتصوفة أو الصوفيون أن يبرئوا أنفسهم مما يرمون به، مما يتهمون به من اقتراف البدع والدخول في الخرافات والخزنبلات، وأن لا يشتبعوا وأن لا يتشبهوا بالوثنيين، لأنه أسبق كلامي قال اليوم اختطل علينا الأمر، لا نكاد نفرق بين الصوفي وبين الوثنيين، لأن الأقوال وبعض الكلمات التي تخرج من أفواه بعض المتصوفة لا تكاد تنسب هذه الكلمات إلى الإسلام، بعضها كلمات وثنية. وإنما يحاول الصوفي أن يبرئ هذه الكلمات لا تجد مخرجا، لأنك مهما حاولت لا يمكن أن تجد لهذه الكلمات وهذه الآراء مكانا ولا موضعا، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال العلماء السابقين. فلا بد للصوفيين المعاصرين أن يكونوا على منوال الصوفيين القدامى الأصفياء، وأن نكون بريئين من كل ما يمكن أن نتهم به من الشركيات والوثنيات. وأخيرا قال ذكر الدكتور بأن التصوف في حاجة ماسة إلى وضع قانون شرعي يكون ضابطا للحركات الروحية، وأن التصوف أيضا في حاجة ماسة إلى وضع قانون أخلاقي يربط سلوك المتصوفين. فهذا خلاصة ما ذكره الدكتور، وأرى بأنني أكتفي بهذا نظرا إلى أن هناك محاضرات أخرى، ولكن أصبح عادتنا ودابنا في المجتمعات أو في الجلسات الأكاديمية عندما يكون عندنا الندوة أو الورشة العلمية غالبا نقدم بعض التدريبات العقلية، فذلك أطرح سؤالا وأنتظر جواب بعد المحاضرات. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فأرجو من الإخوة الطلبة أن يسجلوا هذا السؤال لعلنا نجد ما يجيب عنه فيما بعد. قال الله تعالى: وإن خفتم الشقاق بينهما فابعثوا حكما من آله وحكما من آلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى زوجين أو يعود إلى الحكمين؟ فالجواب إن شاء الله فيما بعد، وشكرا. كبر الله. بقدرة الله تعالى الجلسة ابتدأت جديدة. أنا صراحة الحمد لله أن الدكتور سعيد سماي يعني ألقى محاضرته، وبودنا ودعاؤنا له أن يوصله بأمن وأمان بقدرة الله. أيها السادة، تركنا بعض البرامج لمهمة إلقاء محاضرة وإتاحة الفرصة لسماحة الدكتور سماي أن يلقي ما في خطابه ويغادر، والحمد لله شرفناه بهذا. والآن نستمع إلى كلمة الترحيب. وقبل ذلك اتركوني أعرف فضيلة الشيخ الفاضل الذي دخل علينا بكل سرعة. بقدرة الله تعالى. أنا أعرف لمن عرف ولمن لم يعرف. الذي عرف يكون من باب ماذا؟ فائدة الخبر، لازم الفائدة. الذي لم يعرف يكون من باب ماذا؟ فائدة الخبر. طيب، أعرف فضيلة الشيخ الذي يعني اختار الله بهبات وبسمات وبوبي. عندما بعدها حركاته الفيسبوكية حاول العديد من الإخوة الذين كانوا موهوبين أن يشاركوه وأن يفعلوا مثله، لكن هذه الحركات لم تضاهي حركاته لأنه عنده التزام. قل أن تراه غائبا عن فعالياته التي اعتادها. هذا الشيء. والشيء الثاني، إذا كان يغني لواقع وغنيت أنت،
إذا هو أدخل فمه في هذا الواقع صراحة تغير الأمر وتمتعتم بحركاته. هكذا فعله اختار الله وجعله مختاره. اتركوني أعرف ذلك الشاعر الذي عندما أول ما سمعت والتقيت مع شعره عندما يؤنه أخاه عيسى وهو يقول مرحبا أهلا وسهلا بالمدير. وذهب ورافق فضيلة الدكتور سعيد تيمين. يقول عندما ظنه العديد بأنه غادر الشعر وترك الشعر فقال تركت الشعر للشعراء فعدوني من أهل جهالة ولم يعرف معاندهم بأني أشعر الشعراء. وأخذ يذكر أسماء الشعراء الذين كانوا وراءه وذكر عيسى، وعيسى بنفسه شعر، وهو الذي يقول إن كنت تجهل معنى الشعر والشعراء من روعة وجمال فاسأل الأدباء. ثم ضمن بيتا قال إن كبيرا بلا علم مع الصغر إن صغيرا له علم. وعندما كان يواصل فوصل ناهية وقال من قال شعر ولم يجعل له عوجا فهو الأديب كما قد قاله الأكمة. عيسى روح الله. وإذا كان الشيخ أحمد يفتخر نحن يعني بودنا أن نعرف الذين يفتخر بهم، فعرفنا عيسى وأدركناه الشيطان الشعر. هذه من ناحية. من ناحية أخرى التقيت مع الأخ عبد الواحد أيضا وهو يقول بابا لو سمي باي بابا لو رامي لو تيك بعدين بابا قلت من هو بابا هذا؟ تعرفون العلماء يعني قبل أن تسلم وأن تسلم الجدل لشخص ما، فأدركت بابا ورأيت أنه بابا. بابا في كل شيء. الأستاذ عبد الواحد قال يعني عندما رأى الأستاذ جامع التكبيري عند الأستاذ عبد الواحد فقال فكبروا الله تكبيرا لتكبيره، فقلت هذا عجيب. يعني هكذا الإخوة الذين كانوا معهم هم نبغاء والشعراء. هذا إن دل هذا الشيء إنما يدل على عظمة شيخنا الذي صنع العديد من الإخوان. وعندما التقيت معه أيضا وأدركت شيخنا الكبير الأستاذ القادر المدير فأدركت أنه شيطان ولد الشياطين. كبر الله. لأن يده يعني في يده يعني صراحة بعض النفحات روحية ربانية. وهكذا هذا البيت إن هذا كان لكم فضل وأسأل الله أن يجزي لكم نصوبا. الأستاذ الشيخ أحمد نحن في حلقة وبيئة أكاديمية نعرفكم الجماهير وتقومون والله يجزيكم أن كلها. كبر الله لشيخنا. الله أكبر. كبر الله. الله أكبر. الله يجزي لكم المثوبة. ترام إلى مسمعنا ما فعلتم أيضا أمس من جود عرفناكم به والله يزيدكم فتحة ورزقه وهبة وموهبة. طيب الآن نستمع إلى كلمة ترحيبية بالشكل موجزة. هكذا يقول العرب في هذه الأزمنة. هم يقولون بأنفسهم صري، أما في السودان يقولون آسف. طيب لا تؤاخذوني بالذين ظلموا والعرب بأنفسهم ظلموا. طيب permit me, ladies and gentlemen, to introduce to us Amira General. So I am compelled to speak English so as to introduce you. This is Amira General of Al-Huda. Al-Haja Halima Fuja Kabirullah. You are highly welcome to our midst, but it's a pity, I'm sorry, we might not be able to speak the language you understand, but it's as if you are reading Yasin. You know you say Amin now. Continue to say Amin, please. Thank you very much. We appreciate you so much. الآن نستمع إلى كلمة ترحيبية بكل سرعة. سترون اليوم عجيبة. أنا كما رنوسي يا بن ضمير الله إلى أين يعود الضمير؟ ما شاء الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أيها الضيوف الكرام والشيوخ العظام والأساتذة النجباء وزملاء الطلبة تحية إسلامية مباركة زكية قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن من حق المضيف إكرام ضيفه بكل ما استطاع من وجه بشاش وقول كريم وكرى معجل تبعا لسنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من ذوي الأخلاق الفاضلة والشيم الجميلة. ولذلك قمت مقتديا بالصالحين فإن التشبه بالرجال فلاح. وأقول بلسان مركزنا هذا وأهله أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا من سعدت بحضوركم الأيام وتزينت بنجومكم الليالي وهلت بكم المناجات وطابت بكلماتكم نفوس البريات. أهلا وسهلا بكم يا معشر الأدباء وأفخار الأمهات والآباء وألسنة العرب الأقهاء. بكم تعلو الهمة وتزداد النعمة وتسبق الأمة. نعم، لولاكم لما حسنت الأحوال واعتدلت الأعمال ولا صلحت الرجال أن يكونوا قوامين على النساء. نحييكم بتحيات إسلامية مباركة زكية إلى حرم مركزنا هذا، إلى حرم مركز الهداية والسعادة لتعليم العرب والإسلام. نقدر حضوركم تقدير بالغ إلى حرم مركز ماغما. نعم، جزاكم الله خيرا عن العلم وأهله وحقق الله رجاءكم وزاد في علمكم وبركاتكم. دائما نقول للناس أنكم خير أمة أخرجت للناس وأنكم خير العباد لله. والسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبر الله الله أكبر مرة أخرى. طيب، لا نزال نردد البيتين اللذين قالهما الإخوة عندما كانوا يحملون جنازة الوالد المرحوم الشيخ إبراهيم، يعني وهو ماذا؟ يا ربنا كن رحيما لشيخنا إبراهيم ولا تذكر جحيما ولا عذابا عليما. يا ربنا كن رحيما بشيخنا إبراهيم ولا تزكي جحيما ولا عذابا عليما. بسم الله يقول والله مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. طيب الآن أيها السادة، أنا أنتهز هذه الفرصة لأقول للذين يحاضرون ويلقون المحاضرة بهذا المحفل العلمي الأدبي بأننا إن شاء الله نطالبكم بتجهيز الورقة وإعدادها وتسليمها إلى الأيها، لأنها تطبع المقالات فيما بعد بقدرة الله تعالى. عندنا برنامج آخر يأتي وقد أقبل علينا بقدرة الله تعالى، وهو تدشين آخر وفتح فتح شيء آخر على مثل هذا الشكل. وبقدرة الله كيفما تجري الأمور نخبر، نعطيكم الأخبار بقدرة الله. لقمان حكما ثم معرفة. فضيلة رئيس الجلسة الذي ترون هنا اليوم، لقمان حكما أو حكما وحكما ثم معرفة. العديد يتعجبون لماذا جينا بفضيلته. جينا به لسبب ترون وسترون وستدركون